السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا رجع لنا الشيخ بسلامة الله. السلام عليكم يا شيخنا. الحقيقة يمكن حضرتك كان في أحد المفكرين الإسلاميين كما يقال هذه الأيام على أحد القنوات الفضائية، بدأ يتكلم والناس ابتدت تتوتر جدا في مسألة الخط في السنة. هو الراجل زي ما قيل لي، أنا ما سمعتوش الحقيقة، إنما قيل لي من مقدم البرنامج مع الأستاذ علاء إنه ما بيخبطش في السنة مباشر، إنما الراجل بيقدم أطروحات وتساؤلات. وأنا طلبت إنه يكون في مناظرة معانا على قناة الناس. الأستاذ علاء وعدني إذا كان هيجي، مش هيقدر يجي، هيجي الأستاذ علاء بنفسه ممثل عن هذا الرجل، هيطرح كل القضايا اللي الراجل يتكلم فيها. محتاجين حضرتك تبين الصحيح فيها من السقيم. فعشان كده النهاردة عايز انتهز الفرصة في وجود حضرتك ونبدأ نشوف مسألة السنة. ليه في الآونة الأخيرة بدأ الطعن بمنتهى القوة مرة أخرى في السنة؟ عايزين نسأل حضرتك أول سؤال، يمكن ساعات كتير من الناس ما بيعرفوش مفهومه بشكل كويس. ما معنى السنة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلا يظهر الحق إلا بجلوسه أمام الخلق. نجيبه إن شاء الله لأريه فعلا كيف يفترون على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يطعنون بالإسلام وهم منفردون. لكن لو جاء إلى هنا سيظهر عواره. نعم. ولذلك يمتعنوا مثله مثل الشيعة مثل غيرهم. نعم. عند المواجهة يهربون ولا يقول. نعم. وإني أتحدى كل من يطعن في السنة ويطعن بالبخاري وبمسلم أن يجلس ها هنا ليظهر كذبهم وافتراؤهم. نعم. المقصود في السنة هو الوحي الثاني الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك وحيان. نعم. الوحي القرآن الكريم المكتوب والمسطور اليوم في كتاب ربنا، وهناك الوحي الثاني الذي يتمثل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفي أفعاله التعبدية، الضابط أفعاله التعبدية. نعم. التي وفي تقريراته صلى الله عليه وسلم. يعني تقريراته مر على امرأة تذبح شاة فسكت، مما دلل على جواز ذبح المرأة. مر على رجل يفعل كذا، مر على رجل نهى عن ضرب الخادم. إذن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله وما أقر الآخرين سكت عنه لكن رآه عليه الصلاة أو سمعه أو طيب هو يعني هل هناك دليل شيخنا على مسألة أن السنة وحي؟ سامحك الله. طب أقوم أمشي يعني بس؟ لا بارك الله فيك. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كويس. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله، إن قريش تنهاني أن أكتب كل ما تقول. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالله ما يخرج من هذا إلا الحق. ويقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما فيه من حرام حرمناه وما فيه من حلال حللناه. ألا، هذه ألا بيقولوا عنها حبايبك اللغويين تنبيه، تحريك العقل. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، رواه أبو داود. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. نعم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قرآن، وأقواله وأفعاله هذا وحي من الله عز وجل. حضرتك بتشوف الطعن في السنة زيادته هذه الأيام. يمكن في رجل شيعي معروف اسمه أحمد راسم النفيس، سمعت أنه سيصدر كتابا أو قرأت أنه سيصدر كتابا يطعن فيه في البخاري ومسلم. الحقيقة كنت حتى مع واحد في العمرة الخميس اللي فات، وهجيب لحضرتك كتاب بعتولي على الإيميل في طعن في كثير من أحاديث البخاري، وكل هؤلاء لا يريدون الالتفات أبدا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يطرحونها جانبا ويقولون كما قلت فضلتك دلوقتي: نحن لا نعتمد إلا على كتاب الله سبحانه وتعالى. فحضرتك طعنهم حتى في مسألة نقل السنة،
يعني احنا الناس عايزة تعرف السنة دي اتنقلت ازاي، يقول لك بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 200 سنة، فازاي وصلت هذه السنة وكيف تم تدوينها من لدن البخاري ومسلم حتى في زمن عمر بن عبد العزيز، حيث علم عندنا أنه أول من بدأ تدوين السنة. يعني هم بيقولوا كده يعني. السنة بالجملة نقلت بالتواتر بالجملة، نعم، دون أفراد الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالقرآن وتكلم بالسنة ومات ولم يجمع القرآن في بين دفتين ولم تجمع السنة بين دفتين. نعم. سارع أبو بكر رضي الله عنه إلى جمع القرآن. ما معنى جمع القرآن؟ يعني جعله كتاب واحد، بدل ما مكتوب البقرة على جنب عمران على جنب، يعني بالتعبير البسيط خيطوا عمر. نعم. رتبوا كما كانوا يحفظونه وخيط المصحف. كويس. عثمان رضي الله عنه طبع المصحف. نعم. حرك كل الأمور اللي عند الناس. نعم. هذا عنده جزء، هذا عنده ربع، قال لا نحن على مصحف أبي بكر وعمر اللي جمعوا الأمة. نعم. جمعوا، اتفقت الأمة على ذلك. والسنة إذن الذين حملوا القرآن وأوصلوا لنا القرآن هم حملوا السنة. طب ما أنا عايز أقف بقى في الحتة دي، اللي مضايقاني فعلا. يعني اشمعنى وافقوا وقبلوا القرآن وقالوا ده فعلا مجموع تمام التمام، ونفس اللي حملوا إلينا القرآن ودونوا أو كتبوا لنا القرآن أو جمعوا لنا القرآن هم الذين جمعوا لنا السنة؟ ليه نقبل ده ونرفض ده يعني؟ هذا أجيبك بعد أن أتم فكرة، وهي تفضل. أن حملوا السنة وحملوا القرآن، لكن حملوا القرآن صار كتاب. كويس. وفي الصدور، في الكتاب والصدور. السنة مش صحيح تأخروا 200 سنة، غير صحيح. السنة حملوها في الصدور جيل عن جيل. نعم. يعني مثلا ابن عمر تكلم فسمعه نافع مثلا، عباس تكلم سمعه عكرمة، سمعوا هؤلاء، نقلوا لبعضهم، نافع نقل لي مالك. نعم. مالك بدأ يكتب ثقة عن ثقة عن ثقة. يعني مثل ما أقول لك الآن شيخ الأزهر يحدثني عن مفتي مصر السابق، يحدثني عن فلان، معروفون عند الناس جميعا. الآن لو سألت أنا أي مصري أي مسلم مين محمد عبده، يقولون محمد عبده ذا الشيخ كذا. نعم. من فلان، من الشيخ كل نعم. المشايخ المشهورين. نعم. المعروفين هنا. إذن هذا نفس الأمر كان عندهم، ثم بدا لهم أنه أن يكتبوا ما في صدورهم في كتبهم. نعم. وصار بعد ذلك ينقل الكتاب كما ينقل القرآن البخاري ومسلم. نعم. ذكروا في أن في البصرة وغيره ومصر كان يحضر حلقة للبخاري أكثر من 80,000 كانوا عفوا يحفظون البخاري. نعم. في البلد الواحد يحفظون. فصارت هناك مدارس حديثية كما هناك مدارس قرآنية. نعم. أما قولك لماذا قبلوا منهم القرآن ولم يقبلوا من السنة، يعني ما طعنوش على الصحابة في القرآن، قالوا كلهم عدول، إنما هم عند السنة قال لك لا، ده في المنافق وفي اللي كذب وفي اللي أقيم عليه الحد. أنا حقيقة أريد أصدق معك، لا أعرف حدودي الإعلامية، إيش المسموح إيش غير المسموح. كويس. لكن أنا أتكلم ويفهم الناس. لما قام الإسلام اليوم وبدأ ينتشر في أوروبا وفي غيرها أغاظ الأعداء بلا شك. كويس. فلا بد اليوم، كانوا أول في الهجمات الصليبية وغيرها فتكوا بالمسلمين وقتلوا في بغداد التتار والمغول الصليبيين. نعم. رأوا أن التقتيل بالمسلمين لم يؤثر أبدا في دين الإسلام، وأن الناس عادوا إلى الإسلام أقوى مما كانوا من قبل بعد كل التقتيل. نعم. الآن الهجمة تحولت من القتل للمسلمين وقتلهم في بغداد وقتلهم في الشام ومصر إلى الهجمة باعتبار الحضارات، وصار الاستعمار المباشر مع أنه قاموا به اليوم. إذن الهجمة أصبح الآن على الإسلام نفسه. نعم. لما كان المسلمون بكل صراحة متمسكون بالقرآن وبين أيديهم القرآن، صعب عليهم الطعن في القرآن نفسه وإن كان الشيعة يطعنون.
نعم. لكن سهل عليهم الطعن بالسنة لأن كثيرا من المسلمين ليس عندهم ذاك العلم نعم. بالسنة النبوية. نعم. قليل أولئك اللي عنده البخاري، قليل أولئك اللي يعرف الأسانيد كيف نقلت سنة، فدخلوا من هذا المدخل. أقول دعني من النيات ودعني من حكم. ما معنى إسقاط السنة؟ اسمع إلى قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله. شوف المقدمة الخطيرة: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. هذا القرآن، لا تتهمني سلفا. كويس. يقول الله عز وجل في آخر الآية، يعني اللي يقول نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بالسنة، لاحظ: أولئك هم الكافرون حقا. لما قال حقا قال لك يا شيخ خالد لما تأول، لما تقول كفر كفران، هؤلاء اللي ينكرون سنة محمد صلى الله عليه وسلم كافرون حقا، وأنه ما ينطق عن وحي وإلا ينطق عن هوى والعياذ بالله. فالطعن بالسنة طعن برسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم طعن بالإسلام وطعن بالدين، وهو الكفر البواح. هو كلامهم شيخنا يقول لك الرسول على دماغنا واحنا نصدق الرسول، لكن لا نصدق الذين نقلوا عن الرسول. لو كانوا أمامي لسألتهم هذا السؤال أفشي سرا. إذا الآن لم يصلنا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم شيء. إذا ما في دين، إذا ما في إسلام. لاحظ القضية. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغ، ذهب هذا التبليغ. كيف نعمل بقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ نقول له: يا رب أنت ما تدري أن السنة ضاعت ثم تأمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يأمر الله اليوم المسلمة في مصر، في الشام، في السعودية، في اليمن، في الجزائر، كيف يأمرها بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بين أيدينا السنة؟ نعم. إذا الله عز وجل يأمر بالخيال. إذا الله عز وجل ما حفظ دينه. كيف والله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم. إذا الله عز وجل يخبرنا انه نحن انزلنا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وانزلنا شيء اخر. نعم. هذا الشيء الاخر لبيان القرآن الكريم. نعم. ان الطعن بالسنة تعطيل لكتاب الله. يا سيدي انا بقول لك حاجة بسيطة. تفضل. لو كانوا يؤمنون بالقرآن لآمنوا بالسنة بكل صراحة. أنت تعرف أنا من أبعد الناس عن التكفير خالص. ولا أحب الحكم على العباد حقيقة. نعم. لكن أنت عندما تقول أنا أؤمن بالقرآن، ماذا موجود في القرآن؟ وما آتاكم الرسول فردوه وما نهاكم عنه فلا تنتهوا. كيف؟ وما آتاكم الرسول فخذوه. أنا راح أسألك وأنت تحرجني أمام الناس، هل الخطاب وما آتاكم الرسول فخذوه وما هذا للصحابة فقط؟ ومعنا نحن ما نخاطب. هم بيتصوروا ذلك. بس للصحابة. نعم. إذا نحن الحمد لله في حل من أمور كثيرة. حج وافعل ما تشاء. وما آتاكم الرسول فخذوه هو خطاب لكل مسلم ولكل مسلمة. إذا خطاب لكل، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نرجع للآية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أعترض بس على لسانهم هم. لا لحظة. تفضل. فإذا كان يا أستاذنا الفاضل ما عندنا بيان للقرآن تعطل القرآن الكريم. نعم. وهذا معروف. كل مسلمة أنا أسألها: كيف سنعرف عدد صلواتنا؟ كيف نعرف نصاب الزكاة؟ نعم. كيف سنعرف الحج؟ الحج فيه 3 آيات 4 آيات. كم الطواف؟ كم 7 10 5؟ ما هو السؤال بيردوا علينا يا شيخ. أيوة. أنا بكلم واحد منهم يقول لك إيه هذه السنة العملية بنقبلها، إن إحنا إزاي نصلي إزاي نزكي، إنما هم حتى بيعترضوا حتى جميل. لو أحاديث صحيحة. مثلا أنا متذكر إن كان في برنامج على أحد القنوات الفضائية يمكن حضرتك عملت فيه مداخلة، واحد يقول لك مثلا أتى رجل إلى رسول الله قال له إن امرأتي لا ترد يد لامس، فالنبي يقول له طلقها، قال أخاف
أن تتبعها نفسي، قال إذن فاستمتع بها. يقول لك ده كلام تقوله على النبي يا جماعة، يا جماعة عيب. هذا الكلام هم اللي بيتكلموا فيه. هو ماذا يفعلون؟ تفضل. لهم مكيدتان خبيثتان. تفضل. إما أن يأتوا إلى حديث ضعيف موضوع وبيهجموا عليه، هو موضوع، هو مكذوب في الأصل. نعم. وإما أن يأتوا إلى حديث لا يفهموهم بسبب بعدهم عن اللغة العربية. نعم. فيطعنون به. طيب، هب أن هذا الحديث خطأ، هل إذا أخطأ أحد الرواة مرة، لاحظ، أو روي حديث موضوع مرة سقطت السنة؟ ما هو الأصل؟ نقول هذا كلام، هل السنة مقبولة أو لا؟ السؤال أوجه لهم. نعم. مقبولة السنة ولا غير مقبولة أصلا؟ مقبولة. ثم ليس عندنا مانع نقول هذا من السنة أو هذا ليس من السنة، ولكن البلية أن يأتوا لخطأ راوي. عندنا كتب في الموضوعات، كتاب الموضوعات لابن الجوزي، نعم. كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، اللآلئ للسيوطي. نعم. ناس تخصصوا من علمائنا وضعوا الصحيح على جنب، وضعوا الضعيف والموضوع على جنب. نعم. على جنب. يأتون إلى حديث ضعيف أو موضوع، أو يأتون إلى حديث في البخاري ومسلم هم أعجز من أن يفهموا. مثال هذا الحديث، أمانة هذا الحديث في خلاف بين أهل العلم أنفسهم في صحة سنده. نعم. الحديث في خلل، لا ترد يد لامس. نعم. لأنه هنا في خلاف أنه مرسل أو غير مرسل. نعم. والمرسل قسم من أقسام الضعيف. نعم. فهو حديث ضعفه من باب الأمانة الإمام أحمد. الإمام أحمد ومعه 5-6 علماء وصححوا بعضهم. لكن هب أن هذا الحديث الآن على الاحتمالين. الاحتمال الأول صحيح، لا ترد اليد لامس، هذا مثل عند العرب مثل تربت يداك. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على علي أو غيره فيقول له تربت يداك أن أصابك الفقر، أو يقول لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على صحابي ويقول له أحبك ثم يدعو عليه بالموت؟ نعم. كيف يستقيم؟ هذا من سوء الفهم لهذا التعبير العربي. اليوم لما بتروح للبلاد المغرب وتقول لهم الله يعطيكم العافية، لتفلوا عليك وشبوك وربما ضربوك، الجزائريون والمغاربة. ليه؟ لأنه العافية عندهم بمعنى النار. طب كويس انت قلت لنا والله. حقيقة. نعم. العافية عندهم بمعنى النار، فإذا قلت لهم الله يعطيكم العافية غضب، ما يدري أن العافية في المشرق نعم. الصحة وما شابه ذلك. نعم. يقول المصري فأخذها بالعافية. احنا عندنا بالشام بالعافية يعني بالرضا، انتوا عندكم ثاني بالقوة بالعافية. انتبهت أنا؟ نعم. يعني بالقوة حياخذها بالعافية. إذا هناك بعض العبارات اليوم في بلاد العرب تتفاوت، فكيف قبل 1400 سنة؟ يعني لا ثكلتك أمك اسمه دعاء تحببي. نعم. مثل المرأة تقول بالتعبير الشامي فاصفر بذات الدين تربت يداك. أيوة. نعم. بتقول عندنا في الشام بالتعبير بلدي تقبرني يعني تموتني وتدفني. يعني انه اطال الله عمرك وان شاء الله اشوفك عريس وما شابه. اذا هي لا تدعو ان ابنها ياتي ويدفنها بقدر ما تريد انه انت طول عمرك. حتى انت تبقى شابا متزوجا. لا ترد يد لامس فسرت تفسيرات. تفسير انه اخلاقها طيبه فيخشى عليها، وفسرها بعض أهل العلم بالعطاء. فسر بعضهم يعني قال إنه هي تدفع بالعطاء لا ترد لها. المهم بحثنا في هذا الحديث صحيح أو غير صحيح، معناه كذا. هل يعني هذا أن نهدم سنة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يبقى لنا دين؟ أقول لا يبقى دين، ولا أقول لا تبقى لنا سنة. وأما قولهم نقبل السنة العملية بتاعت الصلاة والصيام والحج والعمرة، هذا التفريق منين أتوا به؟ من الإنجيل ولا من التوراة ولا من القرآن؟ ما أعرفش والله. أنا بقول لك منين أتوا.
لما أحرجوا أتوا به من الهوى. يعني قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا ما يأخذون به ما شاء الله ويؤمنون به. كيف سنعرف نحن أن حتى في مقادير الزكاة هي ليس، كيف نعرفها؟ هذا لا تعرف في التواتر العملي. نعم. هي تعرف بالكتب التي نقلت الأحاديث. نعم. يعني الصلاة ممكن نسلم لهم بها، ثم الحج في سنة من سنة لسنة ما حصل كذلك تغيير في أفعال العباد. نعم. ماذا أقصد؟ نحن نلتزم هذه السنة التي صحت، والشوائب نتعاون معهم على إزالتها. نعم. لا شك هناك أحاديث نسبت للسنة. نعم. أما أن يتخذوا هذا ذريعة للطعن بكتاب الله، فلا نقول لهم إلا أنكم كأولئك الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. نعم. نؤمن بالسنة العملية ولا نؤمن بالسنة القولية، معنى أن الله عز وجل أهدر وحيه على لسان نبيه ولم يكرمه صلى الله عليه وسلم. الله. طب شيخنا، يمكن الناس بتحاول تعرف، لأنه صرخات إنه بيصدموا في واحد بيطلع جريء ينفي الناسخ والمنسوخ، يبتدي زي ما قلت لحضرتك يطعن في البخاري رغم إن الأمة تقبلت البخاري، حتى بيرفض هذا الكلام. واحد نقول له الأصل في العبادات مثلا المنع، والأصل في المعاملات الإباحة، يقول لك ده كلام فارغ. هذه الهجمة الشرسة كيف يستطيع المسلم البسيط اللي هو طول عمره، حتى يقول لك والله أنا كان واحد بيصلي بيحكي لي، بيقول لي واحد بيصلي أخطأ في القرآن وهو بيصلي، فواحد بعد الصلاة بيقول له يا عم أنت نسيت، قال له طب خلاص يا سيدي يعني غلطنا في البخاري. يعني شوف من كتر حبه ومعرفته لقدر البخاري وهو بيقول انت اخطأت في القرآن مش واخد باله، قال انا غلطت في البخاري. فالناس طول عمرها كانت تظن ان البخاري ومسلم من الكتب التي لها جلال في صدور الناس، طبقا لما كان يقول العلماء رواه البخاري خلصت، رواه مسلم خلصت. ايه الناس كيف تتقي هذه الهجمة الشرسة اللي حصلت في الطعن في البخاري؟ يعني من ضمن الحاجات واحد بيتكلم عن آية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. قال يا جماعة حتى لفظ البتة، لفظ الشيخ، لفظ الشيخة من الألفاظ اللي ما جاش منها مرة واحدة في القرآن، فكيف يقبل إنه ولا مرة يجي الألفاظ دي ونقول إنها كانت في كتاب الله؟ وأبونا شيخا كبيرا. ها؟ والله طيب أنا طب البتة دي إيه بقى يعني؟ طيب يا حبيبنا، أما وهي نقطة أرجو جديرة بالتأمل. نعم. أن هؤلاء الناس